السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب ان شاء الله. معكم انا خلود، صاحبة قناة اصل اكل مع خلود. ده اول فيديو ليا، حبيت نتعرف بيكم تتعرفوا بيا. بس انا هنا قاعدة في الجنينة بتاعتنا، جنينة المانجا زي ما شايفين كده. الجو تحفة الصراحة، المانجا جميلة ولمينا شوية ليمون. اي سؤال حابين تسألوه وانا نجاوب عليه، يا ريت تكتبوه في التعليقات وانا نجاوب لكم عليه. انا اسمي خلود السيد، سني 25 سنة، أم الأربع أطفال، وبحب هوايتي الطبخ والمطبخ، وبحب الأكل والوصفات وكده. بصوا كده، هنجيب ليمون تاني اهو. ادي المانجا كده معانا زي ما شايفين. الجو شايفين الغروب طبعا هنا، جو بسم الله ما شاء الله جميل. ده البيت هنا عند حماتي وجنينة المانجا بتاعتنا. انا بحب نجي نقعد هنا دايما على طول يعني، بس الفترة دي بسبب ضغط الشغل وضغط الاولاد باجي كل فين وفين. هذه المانجا كده، ثواني نوريكم المانجا. مانجا لسه خضرة، كنت عايزة نقطع لكم واحدة ونوريكم يعني المانجا جايلة ازاي وكده، بس لسه يعني اوانها ما انش، لسه خضرة اهي. نوع تاني، هنا عندنا كذا نوع مانجا، بس بصراحة مش عارفة ولا نوع. انواع كده حلوة وجميلة. قولوا لي ايه رايكم في الاجواء هنا، وانا ان شاء الله هنصور لكم فيديو تاني هنا. بس عايزاكم يقولوا حابين الاكل يعني كده هنا في الاجواء الخضراء كده ولا في المطبخ، لان انا هنا ان شاء الله في الشتاء هنعمل كده زي مكان صغير كده في المطبخ. هنعمل لي مطبخ كده صغير بس على قديم وعاد. هنسيب لكم كده مفاجأة، بس الدنيا تضر شوية كده عشان زي ما عارفين احنا في الحر في الصعيد جو صعب يعني. فخليني كده في الشتاء هنعمل اكلات ووصفات حلوه مع بعض، وهنعمل لي مطبخ هنا وهنشوف هنعمل ازاي مع بعض، ونتشرف بكم والناس المتابعين اللي بيتابعوني من جميع انحاء الوطن العربي. على راسي شرف لي متابعتكم والله، واهلا وسهلا بكم في قناتي، ونتشرف بكم وبمتابعتكم لينا. وادي هنا انا بقطف الليمون بسم الله ما شاء الله جميل، زي ما شايفين كده الشجر طارح، الموسم بتاع الليمون. نصلي بينا كده على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، ولايك وشير الفيديو الحلو ده. ولو حابين نعملكم فيديو تاني في الجنينة كده اكتبوا لي في التعليقات. هنعمل وصفات كتيرة مع بعض، منها حلو وحادق. وياريت تكتبوا لي في التعليقات لو في حاجة مش عاجباكم في القناة، مثلا طريقة التصوير، الإضاءة، أي حاجة، مثلا أي تعليق نقدر نحسن منه في القناة وفي الشغل اكتبوا لي. أخيرا كده لقينا منجاية يعني شبه مستوية كده ايه. سوي برضو لسه يعني خضرة. لسه ما استوتش، بس انا بصراحه بحب ناكلها زي كده يعني. شايفين مانجا جميله جدا. انتوا بالنسبه لي عيلتي وكلكم على راسي والله، وبتشرف بكم وبتشرف بمتابعتكم. واي حاجه ان شاء الله هنعملها لكم في القناه، راح نعمل لكم وصفات كتيره ومنها حلو حادق، واي حاجه في مطاعم تخص المطاعم او اي حاجه طلعت ترند الايام دي هنعملها مع بعض بمكونات سهله وبسيطه، ومن غير ما تصعب الدنيا على نفسك. والحاجه بدل ما نشتريها بالمبلغ الفلاني اللي برا، راح نعملها في البيت هنا بمبلغ بسيط، وفي نفس الوقت انت مكلفاها وخدماها وعارفة هي ازاي. حب المطبخ وخش المطبخ وتشجعي. الاكل مش صعب، انك تطلع حاجة حلوة كده مش صعبة. انا الحمد لله ما عنديش امكانيات كبيرة يعني، امكانيات على قد، بس الحمد لله نعرف نطلع الحاجة حلوة ومظبوطة. هنتعلم مع بعض واحدة واحدة. اخواني وحبايبي واهلي وناسي كلكم على راسي، اللي تأمروا بيه رح نعمل لكم في القناة. اي وصفة صعبة عليكم، اي وصفة مش عارفين تعملوها نعملها لكم، وان شاء الله انتظروني في وصفات جامدة خالص رح نعملها لكم.
بحياة المطاعم اللي انتم مفكرين ان هي صعبة، والطعم اللي هو الصعب بتاع المطاعم اللي انت تعرف تطلعيه في البيت احسن منه 100 مرة. خليكي معايا وتابعيني، راح نعمل لكم وصفات جامدة من الاخر تعجبكم ان شاء الله تنول استحسانكم. بس ما تنسوش تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة، وتخشي كده تشوفي القناة بتاعتي وان شاء الله تعجبكم. انا اتبسطت خالص لما لقيت ناس برا مصر بتتابعني من اخواننا من الوطن العربي. ولو حابين اي وصفات مصريه كتبوها لي كتبوا لي في التعليقات عايزين ايه بالظبط، وانا ان شاء الله في اقرب وقت هنعملها لكم. احبائي في الله، نشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.